أنا كمستأجر جاي أشكر الحكومة وأشكر مشروع قانونها الجديد، لأنها علمتنا إن صوتنا مش رخيص وما ينفعش يتباع بكيس سكر وإزاز الزيت. شكرا يا حكومة إنك صحيتي حزب الكنبة من غيبوبته وفهم إن الاستقرار مش في النوم، الاستقرار إنك تصحى وتختار صح، مش تصحى تلاقي نفسك وكنبتك في الشارع. وشكرا يا حكومة إنك شلتي فزاعة الإخوان وعرفتينا إن المعارض مش خاين، وإن اللي بيحب بلده بيدافع عنها مش بيهدها. شكرا يا حكومة انك كشفتي وشوش ناس كتير وقت الجد، وعرفنا يعني ايه قانون، يعني ايه دستور، ويعني ايه محكمة دستورية، كلام كنا بنسمعه في نشرات الاخبار. وشكرا يا حكومة انك جمعتينا على قلب واحد في قضية اسمها الستر، والستر مش ستر فلوس يا حكومة، الستر بيت يلمك ويستر ولادك. وشكرا يا حكومة انك عرفتي الناس انك مش بتمثليهم ولا مجلس النواب بيمثلهم، بالعكس كنتم بتمثلوا علينا. وشكرا يا حكومة ان عهد تأليه المسؤولين انتهى وانكم مش تماثيل بتعبد. وشكرا يا حكومة انك عرفتي الناس انهم هم الاساس والشعب هو الاصل وهو الاقوى من اي قانون ظالم. شكرا يا حكومة، شكرا بجد يا حكومة على الفوقان الاجتماعي. لو اقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش، ما تكفيش، شكرا ما تكفيش.